مرحب بكم في النادي الأهلي، تاريخ وبطولات وإنجازات. اللي معاه الأهلي وجمهوره دايما كسبان. مبسوط إن أنا في النادي الأهلي، مبسوط إن أنا إن شاء الله أقدر أعمل حاجة كويسة للنادي الأهلي، تاريخ وبطولات وإنجازات وإن شاء الله بإذن الله أكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. وبشكر محمد طبعا، يمكن بقول عليه أخويا ما بقولش عليه ايجنت خالص. بشكرهم، تعبوا معايا، وبشكر الدكتور عصام سراج، بشكر مجلس الإدارة على ثقتهم فيا. مبسوط طبعا إن أنا في النادي الأهلي، وطول ما أنت في النادي الأهلي دايما بطولات، دايما إنجازات، فدي حاجة بتدي دافع لأي لعيب. النادي الأهلي شرف لأي حد، وأنا مبسوط إن أنا موجود في النادي الأهلي. الواحد بيبقى مبسوط طول ما هو موجود في الملعب، بيشوف الجمهور، جمهور النادي الأهلي بالذات هم سند بعد ربنا، وأكيد بيهم إن شاء الله نكتب التاريخ بإذن الله مع بعض. وبشكرهم على دعمهم ليا الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله السنة دي نقدر نعمل حاجة كويسة بإذن الله للنادي وللجمهور. الكابتن حسين عمودة طبعا بشكره جدا على وقفته جنبي الفترة اللي فاتت، يمكن كان بيتكلم معايا كتير، دايما جنب اللعيبة كلها، بيتكلم مع اللعيبة كلها وما بيأثرش في حاجة، سواء في التمرين سواء لما بيتكلم مع اللعيبة. صريح جدا، شخصيته كويسة جدا مع اللعيبة كلها، ما بيأثرش مع حد خالص، سواء اللي بيلعب سواء اللي ما بيلعبش. وهو دايما يقول لنا كلمة إن احنا 30 لعيب، 30 لعيبة كده هيلعبوا، كل واحد هتجيله فرصته، وبصراحة مش مقصر مع حد خالص في الفريق. طبعا متحمس تاني إن أنا أبقى مع زمايلي بعد الإصابة. هما دايما يعني بصراحة من أول يوم دخلت في النادي ودايما في ظهري، وبشكرهم طبعا، وإن شاء الله بإذن الله أكون متواجد معاهم الفترة الجاية بإذن الله. اللي منجح النادي من زمان، مش من الفترة دي، روح النادي، ان احنا كلنا هنا بنحب بعض، بنخاف على بعض، دايما على طول، اللعيبه كلها قريبه من بعض. يمكن من ساعه ما رجعت وانا الاصابه كان كلهم بصراحه بيطمنوا عليا، هتنزل امتى، تمرينك امتى، دايما على طول يعني في ظهري. وبشكرهم طبعا كلهم، وان شاء الله باذن الله اكون متواجد معاهم الفتره الجايه باذن الله. بشكر ربنا على اي حال. يمكن انا اتصبت في ماتش، الإصابة كانت قوية شوية، حاولت أرجع على قد ما أقدر، لكن أنا كنت مركز في شغلي، مركز في تمريني، كنت بتعالج مع الدكاترة هنا، وانزل واحدة واحدة التمرين. يمكن نزلت تمرينة واحدة في معسكر أسبانيا قبل ماتش برشلونة. مفيش حد هيديها الإصابة أو حد هيتمرض على النادي الأهلي بالذات، لا خالص. يمكن احنا بنلعب في النادي الأهلي، الواحد بيتمنى أي ماتش يبقى موجود فيه. طول ما انت ناجح هتلاقي الناس بتجيب في سيرتك، الناس كلها دايما بتتكلم عليك، فدي حاجة بتديني دافع في الملعب. علمتني حاجات كتير، ان ما حد بيتكلم عليا ان انا ابقى صبور، ان انا ما ردش، ردي كله بيبقى في الملعب، وان شاء الله منزل باذن الله هرد برضه في الملعب. طول ما انت في النادي الاهلي ما ينفعش ترد على حد غير وانت موجود في الملعب. يمكن ده سيستم النادي الاهلي طول عمره هو كده. أكيد الاحتراف بيبقى حلم لكل لعيب، بس أنا موجود داخل النادي الأهلي، أكتب تاريخ إن شاء الله جديد بإذن الله. من خلال النادي الأهلي لعبت كأس عالم أندية، ولعبت كأس عالم مع المنتخب، فشرف كبير طبعا إن أي لعيب يكون متواجد في النادي الأهلي. طول ما انت في النادي الاهلي انت ما بتلعبش الا على هدف واحد، البطولات. يعني يمكن الموسم اللي فات بيحصل ضربات لاي فرقه، بس الاهلي طبعا لما بيقع بيعرف يقوم تاني،
وإن شاء الله السنة دي بإذن الله ناخد كل البطولات بإذن الله. طبعًا الأحلام مع النادي الأهلي بتبقى حقيقة طول ما أنت في النادي الأهلي احلم بأي حاجة. النادي الأهلي شرف كبير لأي حد إنه يلبس تيشيرت النادي الأهلي، وبتبقى مسؤولية أكيد. لعبت مرتين قدام ميسي، مرتين الحمد لله على كل شيء. طبعًا اتصبت في الماتشين، بس الحمد لله الواحد بيقدر يرجع إن شاء الله ويرجع أحسن بإذن الله. وأكيد الواحد يعني يمكن مشتاق أكيد للماتشات وللجمهور وأكون موجود مع زمايلي، وإن شاء الله بإذن الله يبقى الموسم كله بطولات علينا بإذن الله كلنا. وبقول لجمهور النادي الأهلي إن أنتوا رقم واحد، خليكم في ظهرنا دايمًا. اللعيبة مشتاقة للبطولات، إن شاء الله السنة دي نقدر نعمل كل حاجة من دعمكم لينا أكيد، وإن شاء الله نقدر نفرحكم السنة دي بإذن الله. اللي معاه الأهلي وجمهوره دايمًا كسبان. الحمد لله إمام عاشور أهلاوي وكسبان.